صباح الفل يا شباب. صباح 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 الفل. خلاص النهارده يوم 16/11. الساعة 8 بالظبط. 8 بنحب نبقى دقيقين دايما. الساعة 9 الا دقيقة. ان شاء الله لازم يكون ميعادنا هناك في الستيج 10 الصبح. طبعا سريعا عايز اديكم بريف سريعا سريعا سريعا. المكان اتغير عشان احنا المكان اللي ما كانش فيه ما كانش عاجبنا الصراحة. كتر خير الراجل، احنا رجعنا له الشقة ساعتها مفيش اي مشاكل وادانا فلوسنا بالكامل. صاحب الشقه اللي كنا فيها عشان بس ما كانتش مريحه بالنسبه لنا، والادوات بقى زي ما انتم كنتوا عارفين. عشان كده لقيت زي ما انتم شايفين احنا في فندق تاني، وكنا قلنا ايه ده احنا نحجز في الفندق ده عشان ده قدام الفندق رمض اللي انتوا شفتوه. عشان قلنا قدام البطوله بقى على طول، اللي هو انزل على طول اتمشى وكده واعدي شارع بقى في الفندق. اتفاجئنا ان البطوله في الاخر هتتلعب النهارده، بدأنا امبارح في حته اسمها الصاله الخضراء، او دي ستيج اسمها الصاله الخضراء. دي بعيده عن اللي احنا فيها ب 10 او 11 دقيقه، فما عندناش حاجه يعني. بس طبعا يعني احلى حاجه ان المكان هنا طبعا انضف واريح بكتير، فمفيش اي مشاكل والمشوار كمان مش طويل. حبيب بس اعرفكم عشان المكان ايه تلاقوه اتغير كده، ما احنا عاملين نغير في اماكن وايه ونمتعكم معانا. المهم سريعا، صحينا بنعمل كوبايه قهوه لذيذه عادي جدا. قهوه ساده من غير اي سكر ولا اي حاجه خالص. طبعا امبارح كان يوم كامل راحه ليا، حتى ما صورتش ولا اي حاجه ليكم. اكل وتحميل بس. اكل وتحميل. ده منبه. اه ده منبه يا جماعه عشان كنا نصحى، بس الحمد لله احنا صحينا خلاص يا عم المنبه. بس هقول لكم حاجه، اديكم برضو ايه بريف سريع عن شنطه التحميل اللي انا هاخدها معايا. اول حاجه اه تعالوا اوريكم الوجبه اللي هاكلها قبل ما انزل. في ناس ممكن تاكل برجر، ممكن تاكل رز، ممكن تاكل ايا كان الكوتش بتاعها قايل لها ايه او هم هيحملوا ازاي. انا بختار ان انا احمل كلين. بخاف الصراحه على معدتي ومش عايز اخد ريسكات، وانا اغلب السنه اصلا بحب اكل كلين. فبطني فانت دايما تخليك يا دي المنبه يا منبه لو مستعجل انزل انت. الله. اعملوا خلاص سنوز. ثانيه يا عم اهو هقفله. تعرفنا يا جماعه على شاب سعودي قوي قوي، جامد قوي، جدع فوق ما انتوا تتخيلوا. هتشوفوه دلوقتي، اسمه جو، اسمه يوسف يعني. بجد جدع قوي وصحي قبلنا عشان عايز يجي يوصلنا معاه، وعشان ليه حد يعرفه يلعب البطوله. ف خير. المهم سريعا، دي 300 جرام بطاطس قبل السوا، 100 جرام ستيك، بس دي ستيك مدهنينه شويه، بس طبعا دهون اللحمه يعني مفيده زي ما قلت لكم. دي هاكلها ماشي بعد ما اشرب القهوه كده. ومعانا هنا طبعا دي البريسلت اللي هي بتاعت البطوله عشان نخش الباك ستيج والبطوله وكل حاجه. وده كارنيه الاتحاد بتاع الاي اف بي بي، عشان زي ما انتم شايفين كده اهو، اي اف بي بي انترناشونال كارد. عشان يا باشا لما باذن الله نكسب ناخد كارت احتراف يتسجل ويبقى كله في اللذيذ. ده كشكول علبي فت بكتب فيه كل افكاري، بكتب فيه كل حاجه عشان ما انساهاش. ما تنساش تشترك في ابلكيشن علبي فت، فيه عروض جامده قوي الفتره دي. باخد بقى معايا في شنطه التحميل، ودي المهم، واخدين ده 100 جرام كريم اوف رايس اللي انتوا شفتوه معانا الفلوجات اللي فاتت. 100 جرام كريم اوف رايس. ودي وجبه عادي جدا. 300 جرام رز بسمتي، دول 100 جرام رز بسمتي قبل السوا، يعني بتاع 300 350 جرام رز بعد السوا، ومعاهم 100 جرام فراخ مشويين. دول وجبتين. وبرده في حاجات بقى اللي هي التحميل العاديه، رايس كيك، في شيبسي، في ملح الهيمالايا من اهم الحاجات طبعا، عشان ممكن نعلي ملح، ممكن اي حاجه لو حسينا غبت او اي حاجه بنزود على الاكل بتاعي ملح، او قبل الستيج. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. طبعا معانا مربى، وفي حاجات ممكن نجيبها من هناك، شوكولاته، ممكن حاجه بسيطه او اي حاجه كده يعني. تمام. هتعرفوا ليه كل ده بندخله وايه اهميته في الباك ستيج. وكل خطوه النهارده هبقى معاكم ان شاء الله، من التان للستيج، الباك ستيج، للاكل، التحميل، لكل حاجه. هلعب اول حاجه باذن الله الجونيور اللي هو تحت سن 23. انا لو ما تعرفوش انا عندي 20 سنه. شهر 6 الجاي، انا مواليد 11 6 2004. شهر 6 الجاي هكون تميت 21، فلسه معايا 3 سنين العب جونيور. فالنهارده هنلعب جونيور، هلعب فيزيك، هنافس في الجونيور تحت ال 23. وبعدها بساعه هلعب المينز فيزيك اللي هم بقى السن المفتوح عادي جدا الفيزيك برضو،
بس السن المفتوح فوق 23 واكبر عادي جدا. ان شاء الله ربنا يكرمني ويكبر بخاطري واكسب في الاثنين ونكسر الدنيا. فطبعا ليه واخدين معانا بقى الوجبتين دول؟ عشان في ساعه ما بين يعني هلعب بالجونيور الاول، هم اول ناس هيلعبوا الساعه 10 الصبح، وبعدها في جاب ممكن ساعه، ممكن ساعه ونص، ممكن ساعه الا ربع، الله اعلم هقعد قد ايه في الباك ستيج. فممكن بطني تفضى جامد، ممكن ابدا عضلاتي بامبي يقل، فبناكل تاني ونودي تاني. دي حاجه عايز اوريها لكم. فين تعالوا معانا دي الشنطه طبعا فيها فلوسي، المحفظه. دي بقى الشنطه اللي هنحط فيها كل حاجه من انتوا شفتوها من شويه. ودي بقى شنطه صغيره فيها المحفظه، فيها الباسبور، فيها كل حاجه لها علاقه بيها طبعا. ده كفر اللي فيه مايو البطوله اللي هتشوفوه ان شاء الله. دي طبعا استك، عشان انا الله اعلم ما اعرفش هناك، هو معظم البطولات بيبقى فيها دنابل هناك، بيبقى فيها استك هناك، بس الله اعلم ايه اللي حصل، فلازم تبقى مأمن نفسك. استك اللي هسخن بيه طبعا البرو تان، برضو الله اعلم انا دافع تاني وكل حاجه، انا بس في ساعه اقعدها ما بين الطلعتين، ممكن عايز ادي لنفسي تلميعه تانيه، فجايبهم من ويب سايت بتاع برو تان عادي جدا، شاريهم غاليين قوي بس يا باشا كله من اجل البطوله. دي حبوب فحم، لو ما انتوا تعرفوهاش اعتقد معظمكم عارفينها، بس يعني جميله قوي، ولا ده نوع الابيض منها. دي عشان لو لا قدر الله بطنك فيها غازات واكل، او بطنك قفشه او اي حاجه، تخليك ايه تمشي كل ده. وبوتاسيوم حاجه مهمه جدا، وده مهضم برضو عشان لو اي حاجه حصلت لا قدر الله. بس كده. وهنحط فيها دلوقتي الوجبات اللي قلتها لكم، والشيبسيات والحركات والمربات. كمان حاطين في الثلاجه طلبت برجر امبارح، برجرايه واحده، وطلبت 2 مافن اللي هم كيكه بالبلو بيري، عشان برضو الوقت اللي حصل، وعشان الله اعلم برضو ايا كان اللي حصل انا همت ايا كان دايما يكون معايا كل معداتي وكل اسلحتي، عشان ان شاء الله نفضل دايما باحسن صوره واقوى وبامب اكتر ان شاء الله نكسر الدنيا. دلوقتي هننزل ليوسف اللي هيجي، هو عايز يجي يوصلنا عافيه وحلف علينا، فهننزل له ويوصلنا على البطوله ان شاء الله نكسر الدنيا. معايا هنا اجمد واجدع شخص والله العظيم اتعرفت عليه، الله يسلمك والله اتعرفت عليه هنا في السعوديه. اول حاجه هو بطل عالمي اسمه يوسف، ومش بس كده، يوسف عنده 19 سنه يا جماعه حبيبي. انا هحط لكم صوره، طالع عليك انا يا مهند. عايزك بس بص للناس كده ما تبقاش متواضع يا جماعه. يوسف بس قاعد اسوق توي اصقع يعني يا جماعه يوسف ما شاء الله اللهم بارك، لسه كسبان بطوله العالم الحمد لله فضل الله، لسه وما شاء الله. وهحط لكم صوره هنا بالكاس والميداليات. وفي الكلاسيك فيزيك، اقسم لكم بالله يا جدعان تمثال، اللهم بارك. هحط لكم صور انتوا هتشوفوه بجد. طالع عليكم انا يا شباب، اتعلم منكم. لا متواضع هو بس شويه. ويا جماعه اقسم لكم بالله يعني هو 19 سنه. اي بس اتصمت كثير يعني اصغر مني بسنه. ما لا في الناس يعني مش هتصدق. اي ما يحصلون، حتى عندي في التيك توك يسبوني يقولون كذاب، عمره ما صار كذاب. هذه بطاقه احوال. هو يعني انا والله مصدقك. المشكله يا جماعه ان هو اصغر مني، وربنا اول ما عرفته انا كنت فاكره على الاقل 25 26. اللهم بارك يعني، ربنا يحميك والله يا جو. الحمد لله فضل الله هذا يا شباب. يا جماعه امبارح هتلت والله في ريالات، وكنت عايز اغير فلوس خلاص بس كلمته. لا لازم اقول بجد الجدعانه دي. النهارده حلف عليا يجي يوصلني البطوله يا جدعان بجد. ايه لانك منورنا والله يا مهند. يعني انا ورا السعوديه والله. عارف احمد السقا الممثل بتاعنا؟ لا السقا بتاع ابراهيم الابيض بتاع، عارفه؟ ايوه سلام. بيقولوا ان هو جدع عندنا في مصر، هو كينج الجدعانه. انت بقى اجدع مني. اسمع مني يا عم، اسمع. الله يسلمك والله العظيم زي ما بقول لك. الله يسلمك يا حبيبي. لا احنا نحب اللي يجي السعوديه لازم انه شوي يرتاح. والله ده اكتر حاجه حسيت بيها والله يا جماعه من ساعه ما جيت. بطوله بعد لازم انك تريح. وايه المفروض انك تركب ورا زي سي بام. لا خليني اركب ورا يا جماعه. كمان عايز يبقى معايا في الباك ستيج يلمعني وبتاع. ما عليك بالبيض باللمعه بالزيت. سلام يا سلام. ممتاز. معك اسفنجه انت بس؟ معايا اسفنجات يا باشا، ومعايا كل حركاتي. تبي تشرب تحبس حبيبي؟ لا يا باشا خلاص احنا بس يا شباب. احنا دلوقتي رايحين الصاله الخضراء، ذا جرين ستيج. ممتاز. ايه بيروح يجيب الذهبيه ويرجع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا جماعه. بنفر فيها في الخبر بنطلعها. عاش مهند. ايوه ان شاء الله نكسر الدنيا. دي اللي هنلعب فيها البطوله باذن الله. اهو
مستر يونيفرس سعودي اريبيا. معانا يا جماعه كابتن محمد الدوسري، يعني برضو من اجدع الناس ومن احسن الشخصيات اللي اتعرفت عليها في السعوديه. بصوا يا جماعه، طبعا انت هتتفاجئوا ان هو سعودي، انا افتكرته اسباني، يعني اول ما شفته قلت ده اسباني ايطالي الملامح، بس هو لا يقول لي انا سعودي سعودي سعودي. قلت له يا باشا احسن ناس والله. بس والله ما شاء الله اهنيك على المستوى صراحه. لا انت اللي بهنيك يا باشا على المستوى والله، اللهم بارك. تذكروا كلامي راح يحقق شيء جميل ان شاء الله. يا رب انا وانت يا رب ان شاء الله. حض كبير. انا الحمد لله انك كنت معي، عرفت؟ ايه؟ الحمد لله انك كنت معي، انا اطول منك يعني. يا باشا باذن الله نتقابل في الاوفرول. ان شاء الله باذن الله نتقابل في الاوفرول. الساعه دلوقتي 10:30. هم كانوا قالوا لنا ان احنا نيجي الساعه 10 عشان الفيزيك هيلعب الساعه 10 الصبح، بس خلوا الكلاسيك فيزيك هيلعب الاول، بعد كده الفيزيك كله يلعب. يعني يقولوا احنا ان شاء الله الفيزيك هيلعبوا على الساعه 12 ممكن 12، هو بيقول لي ممكن واحده. ربنا يستر ورب ان شاء الله خير نلعب بدري كمان وخير يعني. بس فاحنا قاعدين مستنيين شويه ممكن نقوم نعمل التاني وننشف ونريح شويه يعني. خير يا شباب. وانا ما انا مش عامل بطني، بس هو ما هو بص انا لسه سائل اصلا، هم لسه الكلاسيك ما طلعوش، الكلاسيك هيطلعوا لسه الساعه 11 فاهم. فبيقول لي بقى انت ممكن الفيزيك يلعبوا واحده او اتنين، فايه بقى ايه ده خالص، ما ياكلش حاجه بقى خالص. هو يا جدعان زي ما كنا حاسين، يعني هم قالوا ان احنا هنلعب 10 الصبح، هي الساعه دلوقتي 11 ل 10 ولسه كلاسيك فيزيك بادئين دلوقتي. انا لسه الفيزيك يعني ممكن يلعبوا على الساعه 12 ممكن 12 ونص ممكن واحده الله اعلم. فعدى كده اكتر من ساعتين على الوجبه اللي كلتها. فدلوقتي هناكل الوجبه اللي كنت وريتها لكم، اللي قلت لكم عليها، رز 100 جرام رز قبل السوا و100 جرام فراخ مشويين. هناكل نصها، هناكل 50 جرام فراخ وناكل نص كميه الرز دي. هنقسمها كده وناكلها واحده واحده بالراحه، نشرب معاها بقين 3 ميه على خفيف، نريح برده شويه، ننام شويه لحد ما ايه ان شاء الله الفيزيك يبدا وناخد الرقم بتاعنا اللي هنلعب بيه. اهم حاجه لازم تبقى انت هادي وكل شويه تاكل وتنام وتريح ظهرك عشان تتجنب اي نوع من انواع التوتر او الاسترس او الضغط او اي حاجه، عشان ما تحبسش ميه، عشان جسمك يبقى دايما ناشف وجسمك يبقى دايما بامت، وعشان نفسيتك كمان تبقى احسن. فعادي جدا قالوا ان الفيزيك ممكن يتاخر شويه، مع ان الفيزيك كانوا بيلعبوا 10 الصبح مش اي مشاكل، معايا اكلي معايا تحميلي، اريح عادي جدا.
مهند افرش عادي بعدين طالع هناك عاد وايضا من جمهوريه مصر العربيه الحكم الدولي القدير كابتن محمد محسن. كونترز رايت الحين في لمعه اكثر كونترز رايت باك ايوه جوجل Gentlemen, a quarter to the right. Down to the rear. A quarter to the right. مية 26 ايوه بسرعه باي ايوه دقيقه بس تعال لا هلا بينا اخويا يوسف اخويا يلا
يلا اتكل على الله يا باشا. في الاتحاد السعودي لبناء الأجسام الأستاذ محمد الشهري لتكريم الأبطال. Fourth place winner athlete number 125 أحمد محمد سعودي أرابيا. Third place winner athlete number 153 عمر العامري سعودي أرابيا. Second place athlete number 126 مهند محمد Egypt. مبروك يا قريبي، عملت مستوى كويس، بطوله قويه وبطوله جامده، وانا ببارك لك. شرفت مصر وشرفت الاتحاد المصري وشرفت بلدك. تمام، ميداليه تاني في بطوله عالم دي حاجه كويسه وحاجه مش سهله. تمام، فهمت ازاي؟ وانت لسه عندك منافسه تانيه ان شاء الله، لسه عندك منافسه تانيه ان شاء الله في المنز، ان شاء الله تبقى احسن وتبقى اقوى. هو لعب الجونيور لسه فاضل المنز. مبروك وان شاء الله اللي جاي افضل. Free audio post production by alphonic.com. طب يا جماعه الحمد لله احنا خدنا تاني في فئه الجونيور. هو الفكره ان انا كان انا مبروك يا ابراهيم، الله يبارك فيك يا كابتن. ما جيت بتحقق والله. كنت والله باذن الله الحمد لله ان شاء الله في المنز بقى اخد الاول ان شاء الله ان شاء الله. عامل ايه يعني؟ صور يلا بينا. يلا بينا. احنا برضه تابع يا شباب. طب يا جدعان، طب يا حبايب قلبي، الله يبارك فيك يا اخويا. بصوا يا جدعان، هو انا كنت يعني ناس كتير بتقول لي تاخد اول، وناس ممكن تشوف اصلا الفيديوهات تقول لي انت المفروض تاخد اول، بس هي التحكيم اليت، هو الاليت في الفيزيك بيبقى لازم احجام صغيره شويه، لازم تكون سكيني بيتش عشان تعرف. لا ما تقولش كده عفوا. فهو حجم ما ينفع حجم. انا كان حجمي في النور حجمه مره كبير اخويا شنو. فانا كان كله قال لي ان انت ممكن تاخد تاني وممكن تاخد اول، بس انا كان نفسي في اول والله الحمد لله. بس هي القصه ان انا حجمي كان ازيد شويه على الاليت، بس ايا كان الف حمد وشكر ليك يا رب، وان شاء الله لسه هننافس في المينز فيزيك. طب يا شباب دلوقتي بنسخن اهو عشان نلعب مع الكبار. احنا كنا بنلعب مع الصغيرين تحت 26 اللي هو الجونيور، والحمد لله عملنا مركز تاني. دلوقتي بقى بنسخن كويس قوي عشان نلعب مع الكبار اللي هو فوق 23 بقى عادي. انا عندي 20 سنه بس هنافس تحت 23 وهنافس فوق 23، وباذن الله ربنا هيكرمني. Yesterday, a quarter to the right. Channel to the rear. A quarter to the right. And below border facing. One leg, please.
This was the semi-final for men physique up to 179. Thank you, gentlemen. المينز فيزيك عملنا سابع الحمد لله، مع اني والله كنت حاسس ان انا برضه استاهل اكتر. والجونيور خدنا تاني الحمد لله. الجونيور اللي هو تحت 23 سنه، والمينز فيزيك اللي هو سن الكبار بقى عادي فوق 23 سنه، وانا عندي 20 سنه الحمد لله. اخر قطمه برجر من البرجر كنت جايبه من سولت، برجر لذيذ قوي من امبارح، جايبه وحاطه في الثلاجه يعني، وهو متلج وهو مدروس في الشنطه، طعمه حلو والله الحمد لله. هنلبس بقى نشوف هنعمل ايه النهارده بقى. الحلقه علينا في تعبان مش علينا كده. اوكي ماشي. لذيذه منك يا بدر اخويا يا اسطى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا جماعه. محدش عارف يعني، بص انا مش عارف والله اتكلم، محدش عارف بجد يعني الحاح اللي عملتها في اول فيديو دي او اول شوت ده عامله ازاي. الساعه دلوقتي خلاص 4 الحمد لله، خلصنا البطوله، خلصنا الرحله الطويله قوي 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 دي اللي طولت معايا قوي يعني. انا اخر مصري تقريبا او اخر حد تقريبا لسه ما كانش لاعب الحمد لله يعني. تحضيرتي ما كانتش البطوله دي ولا كانت المده دي بس يعني، انا دي حضرت لها في 4 أسابيع لما دبي والتشيك زي ما انتم عارفين اتقلشت. فانا بقالي يا جماعه اكتر من 4 شهور بحضر، تعبان قوي 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 يعني، وبحفرج بقى ويا ترى هلعب ايه ومش هلعب ايه، ولا هلعب دي ولا هلعب دي ولا هلعب دي. والحمد لله ولا ربنا اراد ان انا العب التشيك ولا العب دبي، واراد ان انا العب السعوديه، ان ربنا كاتب لي اللي فيه الخير الحمد لله، ده اللي هو كاتبه لي. وان شاء الله ان شاء الله بقى الواحد ربنا يقويه كده ويعرف يعمل عمره، ممكن يكون ربنا دي خطه ربنا. فالحمد لله احنا خرجنا من بيتنا مجبورين الخاطر، ودخلنا بيتنا تاني اهو مجبورين الخاطر. ان شاء الله نرجع لاهلنا في مصر مجبورين الخاطر ونبسطهم. وانا الحمد لله مبسوط قوي 100% تاني جونيور وسابع في سن الكبار والحمد لله ان شاء الله يا جماعه. انا بس دي حاجه اللي عرفتها اكتر السنه دي، ان انا برو ليج، انا سيمتريه جسمي، دي مش غلطه حكام ولا غلطه بطوله ولا انا مظلوم ولا اي حاجه، لا البطوله 100% فير الحمد لله، وانا مبسوط 100% وكل حاجه كانت جميله والتنظيم تحفه. هي بس القصه ان انا خامه جسمي وسيمتريه وجيناتي بتاعه برو ليج. فبرو ليج بمعنى ان الفيزيك زي ما قلت لكم، كنت شرحت لكم في الفلوجات اللي فاتت، ان في حاجه اسمها برو ليج وفي حاجه اسمها اليت. اليت ده التحكيم بيبقى الحكام بتاعه تحكيم هو بيبقى اللي بيحكموا عايزين اهم حاجه الحجم ما يبقاش كبير ولا العضلات تبقى 3 دي قوي، يبقى بس ناشف ووسط صغير. انا الحمد لله ناشف ووسط صغير وتمام، بس الحجم او عضلاتي ونشفاني وحجم عضلاتي كمان كبير. فده اللي خلاني ان انا يعني، انتوا ممكن لما ببقى انزل لكم الفيديوهات او اي حاجه ممكن واحد لو مش فاهم قوي في حته اليت وبرو ليج يقول لك ايه ده عريب اتظلم وعشان بيحبني او كده، فممكن يتضايق من البطوله او اي حاجه عشان ممكن يلاقي ان اللاين شكلي انا اكبر واحد واجمد واحد. ده مش معناه ان انا ظلمت، لا، هو اللي كسب اول ده يستاهلها فعلا كتحكيم اليت، لان انا فعلا جسمي وخامه جسمي ربنا خلقني ان انا كتافي عريضه قوي، ظهري عريض قوي، كمان كتافي واخده تكويره قوي بزياده. فلما انا اصلا باجي ابدا تضخيم ولما اجي ابدا بقى انشف كمان واجي ادبلت، انا حرفيا يا جماعه قبل الستيج ولا كلت برجر ولا كلت اسمه ده دونتس ولا كلت مافنز كتير، هي مافنايه واحده وشويه رايس كيك وشويه شيبسي بس، وعملت 10 ضغط والله العظيم، عملت 10 ضغط وشويه استك كده بس للباي حرفيا. بس انا بقيت ضعف حجمي، وده اللي خلاني اخد تاني مش اول، عشان انا كنت بلعب بالايد. فان شاء الله في البطولات الجايه لما اجي العب بطولات تاني هبقى العب على طول برو ليج، اللي هو ايه نافس فيزيك برضو، بس الفئه البرو ليج اللي هي محتاجه سايز وحجم عضلي اكبر وبس. والحمد لله 100% انا مرتاح قوي بقى، لان اخيرا بقى خلاص لعبت اخيرا اهو الحمد لله، وسافرت وكل حاجه تمام وخدت فرصتي. دي اهم حاجه كانت بسطاني، ان انا
كنت متضايق بس ان هو انا مش بس لعبت، يعني مثلا مش اللي هو لعبت بطوله وخسرت مثلا ساعه حوار دبي ولا الشيك، لا انا اللي هو اتحرمت من ان انا اخد الفرصه. فاللي هو انا كان مضايقني، بس لا الحمد لله ربنا وفر لي ان انا العب اهو واداني فرصتي وانافس وبس. انا مبسوط. دلوقتي دخلنا البيت عملنا يعني شويه زبادي، دي بواقي مافن من اللي كنت باكلها مع عليها بلو بيريز او توت وشويه زبادي كده، وشربنا شويه رايب وهننام. مش هنفتح بقى ونبهدل الدنيا برجرات ولا بيتزات، مش هينفع خالص. لازم ننام نومه طويله، لازم بطننا ترتاح. ما ينفعش تبقى انت بقالك 4 شهور ما بتاكلش سكر، ما بتعمل دايت، وتيجي مره واحده تضخ بيتزات وبرجرات ومعجنات فتموت بقى خلاص او يجي لك تسمم. لازم واحده واحده تاهل معدتك وتبدا تاكل اللي انت نفسك فيه واحده واحده، وتشرب ميه برضو واحده واحده. بس كده. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا في الرحله دي، واتمنى اكون شاركتكم حاجات جميله، وان شاء الله ان شاء الله نكسر الدنيا بالفلوجات الجايه. ويلا بقى نشوف السعوديه بقى، انا عايز اخرج في السعوديه قوي.